مساء الخير واهلا بكل اخواتي وحبايبي متابعين قناه صيادين سمك. اهلا بيكم في فيديو جديد. ده الفيديو اللي وعدت حضراتكم بيه طريقه تشغيل الفسفور على الميه عشان الفسفوره تفضل معانا اطول وقت ممكن. هوري حضراتكم دلوقتي شكل الفسفور اللي احنا هنشتغل بيه. هنطفي النور وزي ما حضراتكم شايفين الخمس فسفورات دول العروسه دي اللي احنا عملنا بيها الاختبار بتاع العروسه والاكوا مارين. النهارده سادس يوم. دي كده الاضاءة بتاعتها اهي ضعيفة جدا، ودول بتوع اول طلعة استكشاف الدور بتاع المعادي، ودول تاني طلعة استكشاف دور القناطر. زي ما حضراتكم شايفين كده الفسفور الاضاءة بتاعته بقت خفيفة ونصها شغال والنص التاني لأ. هنشوف هنرجعهم جداد ازاي. خليكم معانا. اول طريقة معانا هنشتغل بيها هنحتاج فيها ولاعة. اهم حاجة تكون ولاعة عادة مش سخان، عشان السخان هتخلي الفسفورة تضرب. زي ما حضراتكم شايفين في هوا جوه الفسفورة، فهاجي كده بالولاعة اخبط على الفسفورة من فوق بحيث الهوا ده كله يطلع فوق، لان انا محتاج اسخن السائل اللي جوه الفسفورة مش الهوا، لان الهوا لو سخنت عليه مجرد ما يسخن بزيادة هتضرب، لكن السائل اللي جوه هنا اللي هو المادة الكيميائية بتاعة الفسفور بتشتغل وبتمتص الحرارة. فزي ما حضراتكم شايفين هشتغل كده بالراحة واحدة ثانيتين واسخن عليها تاني، حاجة بسيطة طبعا. ما طولش في التسخين عشان الفسفورة ما تضربش مني. وبعد كده احطها بين ايديا وهبتدي افركها. طبعا لو معيش ولاعة ممكن اقعد افرك فيها بحيث حرارة ايدي تسخنها، بس مش هتدي كفاءة زي الولاعة. انا بس بحركها بين ايديا عشان المادة اللي جوه الفسفورة كلها تتحرك وتتفاعل في العود كله. زي ما حضراتكم شايفين الوهج بتاعها ابتدى يزيد، وطبعا ان هي تديني الاضاءة دي بعد يومين، يعني انا طلعت اول امبارح. اتمنى ان حضراتكم تكونوا شفتوا الفيديو. طبعا لو الفوسفورة لسه مشغلينها من شوية واحنا على المية مش هنحتاج نسخن عليها ده كله. هي الفكرة كلها ان المادة بتاعت الفسفور مجرد ما بتسخن بتتفاعل مع بعضيها والتفاعل بتاعها بيشتغل. طفي الفلاش زي ما حضراتكم شايفين كده اديتنا نور قوي، وادي الفسفورة التانية دي كانت شغالة معاها في نفس الطلعة. والطريقة التانية اسهل من ده كله، بس ده بيعتمد على ان الصياد يكون وهو قاعد على المية بيعمل مشاريب او عنده اتاحة ان بقى في مية سخنة. طبعا انا بعمل مشاريب وانا قاعد على المية، فبيتبقى في الكنكة طبعا شوية مية سخنة. هنشوف دلوقتي مع بعض هنعملها ازاي.
لما بعمل المشروب بتاعي وبصبه بخلي فيه شوية مية زيادة في الكنكة وبحط فيها الفسفورة، هسيبها شوية. وطبعا باين مع حضراتكم الوهج اللي بيحصل اول ما اتحطت في المية السخنة. وفي الحالة دي الفسفورة عمرها ما بتطق ولا بتضرب لان مفيش حرارة مباشرة عليها. وممكن كمان نحط اللي هي الأخيرة اللي هي بقالها 6 أيام. شوية مية زيادة معايا في الكنكة مش هيخسروا معايا في حاجة. زي ما حضراتكم شايفين وادي الفسفورة اللي بقالها 6 أيام كمان. هحركها بس زي ما قلت لحضراتكم المادة الفعالة اللي فيها تشتغل. وزي ما حضراتكم شايفين دي بقالها 6 أيام، إضاءتها ضعيفة بس شغالة كويس. ودي كده بقالها 4 أيام زي ما حضراتكم شايفين الفرق. ودول بقالهم يومين وزي ما حضراتكم شايفين الفرق من المية السخنة من الولاعة. وكده احنا خلصنا فيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه، ونشوفكم ان شاء الله على الف خير في الفيديوهات اللي جاية. وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويا ريت لو تقولوا لنا رأيكم في القناة في التعليقات، مستنيين التعليقات بتاعتكم. اشوفكم ان شاء الله على الف خير.